السلام عليكم. تعال اقول لك على شويه حاجات لازم تبقى عارفها قبل ماتش الرجاء والاهلي. تعال. مبدئيا عشان ما تروحش تطلع على القهوه يا معلم، الماتش الساعه 10 مش الساعه 9، عشان لسه في ناس متلخبطه في حوار التوقيت الصيفي والشتوي والكلام ده كمان في ابلكيشنز كاتبه ان الماتش الساعه 9. فوز الاهلي على الرجاء بفرق هدفين في القاهره هو الفوز الوحيد اللي بين الفرقتين اللي الفرق فيه كان هدفين، على طول الفرق بالكتير بين الفرقتين هدف واحد. نيجي بقى لعمنا منذر الجبير المدير الفني نادي الرجاء. الراجل ده بصراحه كان ليه تصريح كوميدي قوي امبارح، قال لك الاهلي يا جماعه عليه بالغير 3-0، ما هو اتغلب من المصري في كاس الرابطه 3-0. مبدئيا الاهلي منسحب من كاس الرابطه اصلا يا معلم، والنتيجه دي نتيجه اعتباريه. الرجاء رغم ان هو خامس الدوري المغربي لكنه ما اتغلبش ولا مباراه على ملعبه، كمان في افريقيا من دول ال 32 لحد قبل ماتش الاهلي اللي كان هنا ما اتغلبش ولا ماتش. طب التشكيل يا معلم بقى، من وجهه نظر التشكيل يفضل هو نفس تشكيل مباراه الذهاب، باختلاف بس بسيط ان حمدي فتحي يبدا مكان السوليه. الماتش كله هيخلص في ال 25 دقيقه الاولانيين، النص ساعه الاولانيه بالكتير قوي. لو الماتش فضل 0-0 مبروك عليك يا معلم المكسب. لبست جون